إزاي أقدم لحياتي؟ إزاي أستثمر في وقتي؟ أول خطوة هو إن أنت تقيس أصلا وقتك بيتاكل أو بيروح في إيه. ودلوقتي هقولك 5 مجالات إحنا بنقسم فيها وقتنا خلال الأسبوع، وعايزاك تقيم نفسك في كل مجال من 10. أول مجال هو الاستثمار في سعادتك في الآخرة. يعني إيه سعادتي في الآخرة؟ يعني كل الأعمال اللي هتقربني من ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة وتثقل من وزني في الآخرة. هل أنا بستثمر وقتي في الأعمال دي من عبادات، من جبر خاطر، من خلوات، من صدقات، من أي عمل صالح؟ كم من وقتي بقضيه في الاستثمار في سعادتي من الآخرة؟ ادي لنفسك كم من 10. المجال التاني الاستثمار في تطوير نفسي في حدود النمو والتخطيط، سواء كان بطور نفسي بعلم، بطور نفسي بدورات، بطور نفسي بكتب، بطور نفسي بالتعلم من التجارب اللي عشتها. كم وقت بستثمره بتطور ده؟ تطور بقى على المستوى الروحاني، على المستوى النفسي، على المستوى العلاقات، وهكذا. المجال الثالث هو الاستثمار في علاقاتي في حدود مسؤولياتي ودوائر مسؤولياتي. هل أنا بستثمر في العلاقات؟ بقضي وقت إني أستثمر وأنمي من علاقاتي بالناس القريبين، بالذات الناس اللي أنا مسؤولة منهم أو الناس اللي هم مسؤولين مني بمعنى أصح؟ ادي نفسك من 10 في المعيار الثالث ده. المجال الرابع هو الاستثمار في صحتك. يا ترى بتستثمر في صحتك ولا لأ؟ بتستثمر في بدنك ولا لأ؟ في حق بدنك عليك ولا لأ؟ والمجال الخامس اللي كلنا بنقضي وقت فيه هو الاستثمار في الكسب الحلال، يعني الشغل، يعني العمل. فعايزاكي أو عايزاك إن أنت تحط لنفسك خدت كام من 50 وتشوف وقتك رايح فين من ال5 مجالات دول، ووقتك إيه اللي بياكله. هل هو الاستثمار في سعادتك في الآخرة، ولا الاستثمار في تطور نفسك، ولا تطوير علاقاتك، ولا تطوير صحتك والنمو البدني والصحي، ولا في الكسب، ولا فين بالظبط؟ لما تعرف وتقيس انت وقتك بيضيع في ايه، هتقدر توجهه بطريقة افضل، وتفضل تخلي ان العمر لما يعدي يبقى على الاقل عدى بتمن غالي قوي.